سؤال يا عمدي، عايز اعرف بس ازاي هو البيوت خشب وبتعمل عليها سيراميك. بص يا معلم، انا حكيت المشوار ده كذا مره بس ما عنديش مشكله، اهم حاجه الناس تستفيد. لان انا والله لما جيت امريكا جديد كنت عايز حد يفيدني زي ده بس ما كانش فيه. حتى المحتويات اللي كانت موجوده بس يصور لك شغله، بس يقول لك ازاي ومش ازايش ما فيش. المهم خلينا في الموضوع. ازاي انت ما تركب سيراميك على الخشب؟ طبعا هو مش هيركب على الخشب زي ما انت شايف كده، احنا على ارض الواقع. دي طبعا ده مطبخ اسمه باكس بلاش. الجزئيه اللي هتركب دي فوق البوتاجاز بس. اغلب امريكا زي كده، المطبخ فوق البوتاجاز وممكن حواليه شويه. الخشب اللي انت شايفه دي نظام فريم خشب. ده طبعا فوم، في اماكن معبقه فيها فوم وفي اماكن مش معبقه فيها فوم. فهم حاطين الفوم لان الشركه اللي عاملاها عامله زي كده. الخشب ده معمول المفترض ليفل ميزان. بنجيب حاجه اسمها سيمنت بورد زي اللي انت شايفها دي، شايف؟ وبتيجي هنا زي كده، تيجي زي كده على الخشب. اوكي. وعندنا ايه؟ عندنا المسامير دي، ده انش ونص ومسامير بريمي بتجيبها من هوم ديبو. وطبعا بيبقى معاها برضو عشان تركبها في الدريل بتاعك السن، تمام. وبتركب المسمار زي كده، يعني موضوع بسيط. وبيها وبتثبت اللوحه او السمنت بورد في الخشب، تمام زي كده. طبعا الشيك الاول كل حاجه تمام. وبنثبت المسمار زي ما انت شفت كده، اللوحه او السمنت بورد يتثبت على الخشب، تمام. وبعد كده بتدوا له ووتر بروف، او ممكن ما تدوش، بس في الحمامات واغلب احنا بندوا له ووتر بروف. وبعد كده بتجيب المادي او اللي هو الماده اللي هتركب بيها السيراميك، بتدهن بيها السمنت بورد اللي موجود دي اللي انت شايفه. وبعد كده بنجيب السيراميك اللي مطلوب منك تركبه على الجنب زي كده. طبعا النوعيه دي جايبينها للزبون لان دي معتركه بيها نظاميه فوق المطبخ باكس بلاش، طبعا على حسب اختياره. هم نوعيتين زي كده بنركبهم على بعض وبيجمعوا بعض زي كده، بيدوا الشكل دي، تمام. ده كمثال يعني. وبتجيب زي كده تدهن البورد مادي وبعد كده بتحط عليه السيراميك زي كده. فانت مش بتركب على خشب، لا انت معتركب على سيمنت بورد. بس الخشب نظام فريم، كل مسافه ما بينه والتاني المفروض 18 انش، بس على حسب. ده عشان مطبخ شويه مزودين الخشب فيه عشان الكاونترات والحياه اللي انت شايفها دي. ده كل القصه. لكن احنا ما بنركبش على خشب، بنركب على حاجه اسمها سيمنت بورد. انا والله معقول المعلومات دي عشان الناس تستفيد. لان انا لما جيت جديد البلد دي لا حد كان يشرح ولا حد كان يقول. حتى لما كنت تشوف واحد عربي بس ينزل شغله والسلام عليكم، لكن عشان يقول لك حاجه او يفيدك بحاجه ما فيش. وربنا ان شاء الله يجعلنا دايما فايده للناس. وبرضه شدوا حيلكم معنا كده في التعليقات وفي اللايكات عشان محتوانا يستمر. وان شاء الله مكملين مع بعض دايما على طول. طبعا انا في الليل كاتب لكم مقالات، وبالنهار زي ما انتم شايفين على قد ما اقدر اشرح لاخوات الصنايعيين وبرضه للناس اللي جايه امريكا الجديده الحياه في امريكا وازاي تسكن وازاي تاجر. كل ده انا بحاول برضه اغطيه. تحياتي لكم، وما تنسوناش اللايك والشير عشان الفايده تعم من الغير.